السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم وصفة بمكونين بس. سواء قاعدين عندكم أو هتجيبوهم، بس هم بجد من أحسن وألطف الحاجات يعني اللي أنا بحبها يعني. وفيها طبعا استخدام لحاجة احنا ساعات بتبقى عندنا ومش عارفين نوظفها ازاي. أول حاجة التمر العادي يا جماعة، وزبدة الفول السوداني اللي هي سادة ما فيهاش أي حاجة، زبدة الفول السوداني عشان في طبعا عندنا اللي هي بالشوكولاتة. فالوصفة دي أنا حبيت يعني أعملها لكم ليه؟ عشان هي مفيدة. تمام. التمر مفيد قوي وزبدة الفول السوداني كويسة قوي، فأنا حبيت بقى أجمع الاتنين دول في وصفة واحدة. ناس كتير بيبقى عندها زبدة الفول السوداني ومش عارفة توظفها. انا عن نفسي بحبها قوي، لذيذة يعني على قلبي، دمها خفيف، بحبها. فلما بتدخل مع التمر بتقلل من السكر بتاعه وبتعلي الفايدة بتاعته. وطبعا الناس اللي هي مثلا بتعمل دايت او منع سكر، فالتمر طبعا مفيد ليهم وصحي، لانهم مثلا بياخدوا احتياجهم من السكر في صورة تناول التمر بتاعه. طبعا انا مش حد يعني خبير في الدايت ولا الحاجات دي اصلا، ولا من قريب ولا من بعيد. والظاهر كده ان انا يعني بقول يعني معلومات من عندي، بس هو ده اللي انا حاساه. تمام. بس هي بجد والله وصفة لطيفة جدا يعني. وطبعا مش هنكتر منها، يعني مثلا بالكتير قوي هناكل 3. هو طبعا في حديث عن الرسول انه الواحد لما بيتصبح على 7 تمرات من تمر المدينة، يعني في اليوم ده مفيش حاجة بتضره ولا سحر ولا حسد. تمام. لكن طبعا هو ده اولا مش تمر المدينة بس، يعني في علماء كتير فسروا الحديث ده انه هو حتى لو مش تمر المدينة فده يكفي، لان طبعا يعني مش كل الناس يعني في متناول ايديها انها تحصل على تمر المدينة. فانا دلوقتي حطيت لكم بزبدة الفول السوداني اللي هي السادة واللي هي بالشوكولاتة، هجرب معاكم 2 بس. وطبعا انا مش بحبذ اللي بالشوكولاتة مع التمر عشان هي فيها نسبة سكر. تمام. فانا مش فانا هحط 2 بس، يعني من باب ان انا اوريكم يعني هيبقى الشكل عامل ازاي، وطبعا معروف هيبقى شكلها عامل ازاي، عشان هي الوصفة كلها هي مقدارين ما فيهاش يعني افتكاسات. فانا هوريهم لكم. هما الاتنين بيبقى طعمهم لذيذ، بس اللي هي السادة بيبقى طعمها لذيذة. ليه؟ لانها هتقلل لنا نسبة السكر او التسكيرة بتاعة التمر. اتمنى تجربوها، هتعجبكم قوي والله، بجد هتعجبكم ولطيفة كده. في ناس طبعا بعد ما بتعمل المرحلة دي، الناس اللي هي يعني مش انا منهم طبعا، ممكن تحطها في شوكولاتة، بس انا مش معاهم. ماشي. باعتبار ان ده مثلا مكسرات، فمثلا زي مثلا ما بنحط مثلا لوز او اي حاجة ونغرقها في شوكولاتة، بس انا مش مع الموضوع ده نهائي. يعني كفاية ان هو التمر يعني مسكر قوي. جربوها هتعجبكم قوي. اعملوا لي لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.